تطورات الأوضاع في المركز الجهوي لمهام التربية والتنمية، حيث أقدم مدير المركز في محطات متعددة على ممارسات تمس بالكرامة في حق أستاذات وأساتذة المركز، وصلت حد الاعتداء اللفظي والجسدي عليهم، مما نتج عنه نقل أستاذتين إحداهما متدربة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. ورغم حلول 3 لجان للتقصي والتحقيق حول ممارسة المدير البعيدة عن التدبير الإداري والمتسمة بالتعسف والشطط في استعمال السلطة والمنتهكة لأبسط أعراف وقواعد التدبير الديمقراطي التشاركي والقيم الكونية في مقدمتها الكرامة وأعراف الكرامة الإنسانية، فإن تعنت المدير وخرقه للقانون إضافة إلى إقصائه للطاقات وتعطيل الهياكل الشرعية للمؤسسة تبقى السمة السائدة داخل المركز. وأمام هذا الوضع فإن الهيئات الحقوقية والنسائية والنقابية بمراكش الموقعة أدنان تعبر عن شجبها لاستمرار ممارسة الترهيب والتضييق والتعنيف وهدر الكرامة الإنسانية وسيادة الدنيا في حق المرأة بمرفق عمومي منوط به ترسيخ المعرفة والتربية والتكوين، وتعلن للرأي العام ما يلي: أولا التي قال الأستاذة الباحثة رشيدة القبعي والأستاذة المتدربة حنان صديقي، وتعبر عن تضامنها مع الأستاذتين وكافة ضحايا السلوكات المشيرة لمدير المركز. ثانيا استهجانها للمس بالكرامة الإنسانية لمكونات المركز من أساتذة مؤطرين ومتدربين وإداريين. ثالثا استهجانها للتدبير الانفرادي للمركز من طرف المدير وإقصائه لكافة مكوناته وهياكله الشرعية والقانونية. خشيتها من مغبة التستر وطيبية والالتفاف على التجاوزات والانتهاكات الصارخة الممارسة من طرف المدير، وتطالب بإعلان نتائج تحقيق وكل ما يترتب عنه من جزاءات إدارية وقانونية إعمالا لقواعد العدل والإنصاف وبما يضمن كرامة وحقوق ضحايا مدير المركز ورد الاعتبار لهم ولهن. تطالب بإسراع بإخراج القانون الخاص المتعلق بالعنف ضد النساء يضمن الكرامة الإنسانية لهن ويستجيب للمطالب المشروعة للحركة النسائية والحقوقية، وتؤكد مساندتها ومؤازرتها للضحايا بكافة الأشكال القانونية. فإن الهيئات الموقعة أسفل تعلن للرأي العام أنها ونعلن الآن أننا نظمنا هذه الوقفة هذه احتجاجية، وأكيد أنه غادي تكون هناك سلسلة من المحطات النضالية حتى يتصفى هذا الملف بشكل قانوني وبشكل يرجع الكرامة وينصف الأستاذتين وجميع الأطر سواء منها الأطر الإدارية أو الأطر التعليمية اللي تتعاني من سوء تدبير في المؤسسة وتتعاني من التسلط والتهميش والتمييز. بالنسبة للتوقيعات، النقابة الوطنية للتعليم العالي، الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اتحاد العمل النسائي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية وداد للمرأة والطفل، جمعية الأمان، لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، ثم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وللإشارة فإن اللائحة باقية مفتوحة لجميع الإطارات الحقوقية والمدنية اللي تنخرط في هذه المحطة النضالية من أجل حضور إنصاف أصول. شكرا للأستاذة المحترمة. هي فقط للتذكير أن هذه الوقفات الاحتجاجية رمزية. لماذا؟ لأن المركز الجهوي للمهام التربية والتكوين مراكش الأستاذات والأساتذة العاملين بهذا المركز والأستاذات المتدربات والأساتذة المتدربون داخل هذا المركز تعرضوا منذ أكثر من سنة ونصف، أي منذ مجيء المدير الجديد، إلى كثير من الأشكال ديال العنف. ما داروا والو، المدير يمشي بحاله. ما داروا والو،
الإخوان والأخوات المناصرات والمناضلين أن 3 لجان جاو، وحده من الأكاديمية تاع مراكش وجوج جاو من الوزارة، واستغرق الوجود تاعهم هنا 3 أيام، استفسروا فيها 38 أستاذا وأستاذة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه نتائج تحقيق وتطبيق القانون إذا بنا نفاجأ بممارسة تسلطية زائدة من قبل مدير المركز، وتيقول لنا بلسانه اللي قدرتوا عليها ديروها، الله يجعل البركة في الوزارة. ما داروا والو، ما داروا والو، المدير يمشي بحاله، ما داروا والو، ما داروا والو، المدير يمشي بحاله، المدير يمشي بحاله. أستاذ يريد إسقاط المدير. أستاذ يريد، أستاذ يريد إسقاط المدير. أستاذ إعفاء المدير. أستاذ يريد إعفاء المدير. الله يجازيكم بخير. بنا نتصنتوا لواحد الكلمه من عند الاستاذه المتدربه اللي تعرضت للعنف. تحيه. أولا أشكر جميع الحضور الكريم على مساندته في هذه الوقفة السلمية التي تعبر عن وعينا وعن تفكيرنا العقلاني في تعاملنا مع جميع الأطراف. نحن هنا لسنا في مقاربة انتقامية، نحن هنا في مقاربة تربوية. نريد للتربية أن تنتصر، نريد للأستاذ يجب ألا نضع الأستاذ في خانة الخبز. نحن الأستاذ له كرامة، الأستاذ له كيان وهو مربي الأجيال القادمة. نحن هنا نطالب بأن المدير أن يتعامل بأسلوبه التربوي. أن يرحل. شكرا أستاذة. نعلن باسم الهيئات الحقوقية والنقابية والنسائية التي نظمت هذه الوقفة عن انتهاء هذه الوقفة، ولنا لقاء آخر في محطة